أول سنة جواز يا تعدي من عنق الزجاجة يا تتحشري فيها وتبقى يا خيبتك. أول سنة جواز دي بتبقى سنة التجربة، وعلى أساسها يا نجحت الجوازة يا بعد الشر لبستي في حيطة. تعالى أقولك إزاي تتعاملي مع أول سنة جواز وتخلي جوازتك ناجحة. فترة الخطوبة مفروض إن فيها البنت والشاب بيتعرفوا على شخصية بعض وبيشوفوا فين المميزات وفين العيوب وإزاي هيعرفوا يتأقلموا معاها. بس للأسف في مجتمعنا هنا فترة الخطوبة بتبقى عبارة عن تجهيزات للبيت والفرح. وخدي عندك بقى بنقعد ندور على لون السيراميك والإشاني وألوان الستاير، والخناقة بتبقى مين اللي هيجيب الغسالة، مين اللي هيشتري الميكروويف، وهوب بتلاقي ميعاد الفرح جه بعد معركة دامية من التجهيزات والتحضيرات. وفجأة يلاقوا الطرفين مع بعض في حياة جديدة ومقفولة عليهم، وهوب بيتصدموا بدرجة كبيرة جدا من القرب بتكشف لهم صفات بعض، لانهم كانوا بيظهروا احلى ما عندهم في فتره الخطوبه، وطبعا كانوا مخبين الوحش جوه ويقولوا ما عندناش. ومن هنا بقى تبدا الخناقات والخلافات والصراعات، وفي اللي بيعرف يتاقلم وفي اللي ما بيعرفش يتاقلم. يا نصمد ونتحمل يا ننفصل، ومحكمه الاسره اولى بينا. وبعد فتره النحنحه اقفل الاول، لا اقفل انسي الاول، لا انا مش هاكل غير لما تاكلي، انا مش هنام غير لما تنامي، لحسبنه ودعوات وشتايم بالاب والام. عشان كده سنة أولى جواز هي أصعب سنة. طب إزاي تتعاملي بقى في سنة أولى جواز دي؟ هنبدأ الخطة بشوية بدري في الخطوبة. حاولي تنكشي خطيبك عشان تعرفي عيوبه إيه، عشان ما تتصدميش بعيوبه الوحشة بعد الجواز وترجعي تقولي يا خبتي. بعد الجواز حاولي تكوني هادية على قد ما تقدري. وقت الخلاف لازم تفهميه إن طباعكم مختلفة ولسه بتنسجم مع بعضها، فطبيعي يحصل خلافات. قولي له إحنا محتاجين شوية تفاهم وصبر عشان نطبع على طبع بعض، وطبيعي يحصل شوية خلافات وشوية عدم راحة. في حاجة مهمة قوي لازم تاخدي بالك منها في أول سنة جواز، مش أي مشكلة تجري تحكيها لأهلك. الخناقات هتكبر يا خيبتك ومش هتعرفي تلميها، وأبوكي هيتحمق ويقول أنا بنتي محدش يقول لها حمارة، أنا بس اللي أقول لها. وأخوكي هيتحمق ويمسك فيه عشان ازاي زقك لما انت حدفتيه بشفشق العصير وفتحتي له دماغه. وامك هتقعد تقول هو يطول ان بنتي كانت تبص له، هو ما عندهوش مرايات في البيت. وفجأة تلاقي من خناقة بسيطة على شوية ملح ولا شوية بطاطس مش متحمرة كويس لجريمة قتل في خلف الأسوار. فلازم تتفقوا من الخطوبة على مهام كل واحد فيكم بعد الجواز، وكل واحد يوضح بيحب ايه وبيكره ايه. هيساعدك في شغل البيت ولا لأ؟ هتشتغلي وتكملي دراستك ولا لأ؟ هتخلفوا أول الجواز ولا لأ؟ هتعيشي مع أهله ولا هتعيشي لوحدك ولا لأ؟ ولازم تتعودوا ان انتوا مع كل خناقة تتناقشوا وتتفاهموا وتوصلوا في الآخر لحلول. وإياكم ثم إياكم تقارنوا نفسكم بأي كابلز أو اتنين متجوزين غيركم، وانتي تبصي هو بيعمل معها ايه وهو يبص هي بتعمل معاه ايه. الموضوع ده مرعب وخطير. فكرة انك تركزي في حياة حد تاني ده موضوع بيجيب الخراب ونتائجه منيلة بنيلة، وانا مش عايزة افسر. والأهم من كل ده بقى إياكي تخلفي في أول سنة. اتبسطوا بحياتكم واعرفوا طباع بعض وتعودوا على بعض وخليكوا خفاف خفاف. تأجيل الخلفة في أول سنة جواز مهم جدا، سواء كان جواز صالونات أو جواز عن حب. اسمعي كلامي عشان مش بعد ده كله نقعد جنب الحيطة ونسمع الزيت ونقولك في الآخر يا خيبتك يا خيبتك. وأنا بسنت النبراوي، تابعيني في يا خيبتك عشان أشوف خيبتي وخيبتك.